سنة 1980 في مكان منعزل وسط غابات هادية، هدوء مش مريح وصوت مية جاي من بحيرة كريستال. ظهرت والدة جايسون بتطارد واحدة من البنات في مشهد مليان توتر، وعرفتها إن مش فاضل غيرها وكل أصحابهم خدوا نصيبهم لأنهم السبب في اللي حصل لابنها. لكن البنت هربت وانتهت المواجهة بشكل مفاجئ، ونادت على ابنها وزرعت جواه فكرة الانتقام اللي هتغير مصير المكان كله. بتبدأ روايتنا سنة 2009 وبالتحديد عن جزيرة كريستال في المكان المنعزل وسط الغابات، وكأن المكان هو اللي بيعرفنا عن نفسه وهيعيد التاريخ من تاني. ومجموعة أصحاب رايحين رحلة استكشافية وللأسف تاهوا والليل جه عليهم، فقرروا يباتوا في المكان ده. ولعوا نار وقعدوا واتنين منهم دوروا على مكان يباتوا فيه، ومن حسن الحظ لقوا أكواخ قديمة وهيحطوا حاجاتهم فيها ويباتوا كمان. وهيدا عرفهم تاريخ المكان اللي مقفول من أكتر من 20 سنة بسبب حادثة غريبة لست اسمها أم جايسون حملت أصحاب ابنها نزول ابنها البحيرة وما خرجش تاني. والطفل ده كان مختلف عن باقي الأطفال وتعرض للتنمر والإهمال، وأمه خاضت سلسلة انتقام بسبب اللي حصل لابنها، ما عدا واحدة هي اللي قدرت على أمه. والمفاجأة بقى إن جايسون ده رجع من تاني وأمه طلبت منه حقه وحقها. والأغرب بقى إن البنت دي لسه عايشة، والحكومة كمان منع أي حد يخيم عند البحيرة دي. بس أصحابه اتريقوا عليه وعرفوه إن القصة دي مش حقيقية وزيها زي اللي بيخوفوا بيها الأطفال. مايك وويتني تعبوا من المشوار وهيروحوا عند الكوخ يريحوا، أما أماندا وريتشي فبيفضلوا جوه الخيمة. وفي الوقت ده وايد راح يتمشى، وفي الطريق ولما شغل الGPS اكتشف إنهم يبعدوا ميل أو نص ميل بس عن المكان اللي حصلت فيه مشكلة جايسون. وبعدها لقي نشاط مشبوه وغير قانوني في المنطقة وعرفها من ريحتها وورقها، ويروح يبلغ أصحابه بالموضوع ده. وفجأة حس إن في حد بيراقبه، أما ويتني ومايك لقوا بيت قديم وهم ماشيين، فدخلوا يشوفوا جواه إيه. كل الأدوات اللي جواه كانت قديمة قوي، وشافوا السرير وصفونه من القرن اللي فات ومكتوب عليه جايسون. وده خلاهم اتخضوا ورجعوا لورا لما افتكروا حكاية جايسون. وفي الوقت ده أماندا سمعت صوت وطلبت من ريتشي يروح يشوف في إيه. فضل ماشي في الغابة لقى صاحبهم واقع وسط الغابة، وفجأة سمع صوت أماندا بتصرخ. جري بسرعة راح لها، لكن للأسف جايسون هاجمها واختفت أماندا في مشهد صادم خلى الباقيين يدخلوا في حالة ذعر. ريتشي جري عليها علشان ينقذها، لكن اللي ما كانش عامل حسابه إنه اتصاب بسبب فخ مخفي وما قدرش يتحرك. والناحية التانية مايك نادى على ويتني وورا لها فتحة في الحيطة جواها عروسة لعبة، وحط ايده وطلعها لكنها ما طلعتش لعبة دي. لكنه اكتشف شيء صادم خلى الرعب يسيطر على الموقف، صرخ وسابها من ايده. وفجأة حد قفل عليهم الباب. مايك نزل على الأرض يشوف ايه تحت الباب، لكن لسوء حظه المكان كان مليان فخاخ خفية خلته يقع في مأزق خطير. وحاول يفلت لكن للأسف مفيش مفر منها، وفجأة اختفى من المكان في ظروف غامضة. ويتني حاولت تشده لكنها فشلت وطلب منها تجري في الغابة. جريت بعيد وجاكسون وراها لحد ما وصلت للخيمة بتاعتهم، وشافت أماندا على الشجرة ومش بتتكلم ولا بترد، وريتشي الفخ لسه ماسك فيه حاولت تفك وبصاله. لكن فجأة جايسون جه، وفجأة ريتشي سكت مرة واحدة. أما ويتني فجريت بعيد. وبعد مرور 6 أسابيع على الواقع دي، كلاي أخو ويتني طابع منشورات فيها صورها وطلب من عامل البنزينة يعلقها على الحيطان، لكنه رفض بحجة إن صاحب المكان مش موجود. وشدوا مع بعض في الكلام. وفي الوقت ده مجموعة شباب كانوا جوه البنزينة وفولوا بنزين واشتروا شوية حاجات للتخييم، وسمعوا مشكلة أخو ويتني وعامل البنزينة وكانوا يشدوا في الكلام، لكنهم خرجوا من البنزينة ومشوا. وكلاي قدر إن يلزق إعلان اللي بيدور فيه على أخته على عربيتهم، ومشوا بالعربية وراح على جزيرة كريستال. أما هو فراح للضابط اللي ماسك قضية أخته وسألوا عن آخر التطورات اللي وصلت لها القضية. الضابط عرفوا إنهم ساكتين وعينوا 2 محققين ومشطوا المنطقة كلها حتى البحيرة، وللأسف مفيش أي دليل ولا حتى خيط يوصل لويتني واللي كانوا معاها. وعرفها إنها أكيد هربت مع حبيبها ومشوا المكان بعيد. لكن كلاي عرفوا إن والدتها ماتت وهي مفقودة ومستحيل تكون موجودة في مكان وما تروحش تحضر عزا أمها. الضابط نصحه إنه ما يدورش في المكان ده تاني ويدور بعيد زي ما كل الأسر عملوا، لأنهم دوروا هنا كويس فبلاش يضيع وقته. وفي الوقت ده الشباب وصلوا لبيت ترينت والمكان عجبهم جدا ومبسوطين بالرحلة. أما كلاي فقرر يدور على أخته بطريقته وفضل ماشي في المنطقة وخبط على أول بيت لقاه قدامه. فتحت له ست عجوزة ورا لها صورة أخته وسألها عنها إذا كانت شافتها قريب منها، لكنها عرفت إن أخته مش تايهة، دي ما بقتش موجودة أصلا لأن محدش بيدخل المنطقة دي ويخرج منها تاني. وطلبت منه يسيبوه في حاله لأنه مش هيأذي حد.
غير لو جه عنده. كلاي سألها بتتكلم عن مين، لكنها قفلت الباب في وشه وما ردتش. أما الشباب فكانوا مبسوطين وشربوا بيرة ورقصوا على أنغام الموسيقى. جينا وترينت خرجوا بره البيت وطلبت منه يروح يتمشى شوية، لكنه رفض لأنه خايف على بيته، حد من أصحابه يسرق حاجة أو حتى يبوظوها، وعلشان كده مشيت لوحدها. وفي نفس الوقت كلاي لسه بيدور على أخته، والمرة دي لقي بيت لعامل تقطيع الخشب. راح له وسأله عن أخته هل شافها، لكنه أكد له إنه ما شافهاش قبل كده. ولما لمح حد في المنطقة وهو ماشي العامل نادى عليه، ولما رجع له سأله إذا كان عاوز يشتري حشيش، لأنه لقي مكان مليان زرع حشيش وعنده كتير قوي لو حب يشتري. لكن كلاي ما اهتمش وسابه ومشي. جينا قالت لصاحبها ليه عزمت أصحابك ودخلتهم بيتك وأنت مش واثق فيهم؟ عرفها إنه جابهم عشان يتبسطوا. واحد صاحبهم وحبيبته طلبوا منه العربية يروحوا يتمشوا بيها شوية، وافق واداها لهم، لكنه طلب منهم ما يبوظوش حاجة. وبعدها كلاي وصل لبيت الشباب واتفاجئ بوجودهم في البيت ده، وعرفهم إنه لسه بيدور على أخته. لكن ترينت كلمه بطريقة وحشة وطرده من البيت. جينا خرجت معاه وتأسفت له وطلبت منه تروح معاه وهو بيدور على أخته. أما عامل الخشب وهو قاعد في بيته سمع صوت خطوات في الورشة بتاعته، افتكروا حرامي خرج بسرعة لكنه ملقاش حد. وفجأة خرج عليه جايسون وندمه على عيشته في المكان ده، ولقى عنده قناع عجبه وأخدوا ضرب شكله. أما الشباب اللي راحوا البحيرة بالعربية فقرروا فجأة يركبوا القارب. وفي نفس الوقت كلوي وجينا لسه بيدوروا، وحكى لها عن أخته وعن حبه ليها. وفجأة لقي جهاز GPS وقع على الأرض مكسور. وفي بيت ترينت الشباب بيلعبوا. أما في البحيرة فدول بقى في قلب اللعنة. الولد وهو سايق اللانش فجأة له هجوم كان أسرع من رد فعله، وصاحبته وقعت في المية. الحادثة حصلت بسرعة وخرجت عن السيطرة، ولما فاقت شافت جايسون مستنيها على الشط. وفي الوقت ده كلاي وجينا وصلوا للمعسكر اللي كان فيه أخته وأصحابها، وكأن المكان بيعيد أفعاله من تاني، ولسه بيدوروا في الأكواخ اللي هناك لربما يلاقي حاجة توصله لأخته. والليل جه عليهم وفاضل آخر كوخ دخلوا لقوا جواه بواقي أكل، وده معناه إن حد عايش فيه، لكنهم خافوا وخرجوا. وفجأة سمعوا صوت حد جاي يستخبوا بسرعة، وشافوا جايسون وهو داخل البيت وشايل واحدة على كتفه لكنها مش بتتحرك. فضلوا مراقبينه ويشوفوا هيعمل ايه، لكنه حس بوجودهم مولع أنوار البيت كله، وفضل يدور عليهم بعصبية. لكن لحسن حظهم ما لقوهمش وجريوا بعيد يحذروا أصحابهم. جينا وهي بتجري اتكعبلت في حبل ما توصل بجرس في بيت جايسون علشان يعرفوا لو حد قريب من البيت. ويتني سمعت الجرس وفهمت إن في حد قريب من البيت، فضلت تصرخ علشان ينقذها، وخصوصا إنها لسه عايشة وحابسها في أوضة تحت الأرض. وفجأة دخلها باللي شايلها على كتفه ودخلها أوضة ورجع لها، وكان عصبي جدا ورمى كل حاجة حواليه لفوق. وبعدين راح لويتني وبص في السلسلة اللي لابسها وفيها صورة والدته، وافتكر اللي حصل لها واتعصب أكتر. لكن ويتني هدته وقالت له اهدى مفيش حاجة حصلت، لكنه سابها ومشي. بعد ما خرج ويتني شافت شنطة أخوها كلاي وجواها المنشورات اللي عاملها بيدور عليها بيها وفيها صورتها، واتأكدت إن أخوها قريب منها وبيدور عليها. وجايسون بعد ما سابها راح وراهم في الغابة، لقيت جهاز الGPS كسرته وخرجت منه حديدة وفتحت بيها الكلبشات وهربت من المكان اللي حابسها فيه. والشباب في بيت ترينت كسروا كرسي، وده عصب ترينت جدا، وخصوصا إنه ذكرى من جده. وطلب من واحد فيهم ينزل المخزن ويجيب الأدوات ويصلح الكرسي واللي هيطردهم كلهم من البيت. وفعلا راح للمخزن، وهناك اتفاجئ إن عندهم نبيت قديم. ساب تصليح الكرسي وقعد يشرب نبيت. ولحسن حظهم كلاي وجينا وصلوا البيت وحذروه من الراجل اللي شافوه، وخدوا منهم التليفون وبلغوا الشرطة عن القاتل المتسلسل اللي شافوه. أما في المخزن والشاب لسه بيدور على الأدوات لقى عصاية هوكي، فضل يلعب بيها ولسوء حظه كسر اللمبة بالعصاية من غير ما يقصد وما شافش بعدها غير جايسون دخله المخزن والنور اتطفى وخرج وسابه. ولحسن حظه شاف ويندي قبل ما تدخل لهم ومنعها من الدخول. وجوه البيت الكهرباء فصلت وترينت بيتخانق مع كلاي وعاوزه يخرج بره بيته. وجينا حاولت تفهمه إن في خطر بره وهو بيساعدهم لكنه مش مقتنع. صاحبهم التاني عاوز يخرج يشوف الشاب اللي راح المخزن، لكن كلاي منعه إنه كده بيأذي نفسه، لكنه صمم وراح لصاحبه. ولما دخل المخزن ما لقاش صاحبه وشاف الإزاز المتكسر واللمبة بايظة. وفجأة صاحبه وقع عليه من فوق وظهر له جايسون من وراه، لكنه ضربه وجري منه بسرعة علشان يروح لأصحابه. بس جايسون مسكتش وهاجمه بشكل مفاجئ خلاه غير قادر على الحركة ومش قادر يوصل للبيت. لكن للأسف خافوا يخرجوا له وكلهم باصين عليه ومحدش عاوز يدخل. ترينت جاب التليفون يتصل على الشرطة يستعجلهم، لكن للأسف مفهوش حرارة وعلشان كده كسر التليفون. أما جايسون فطلع لهم فوق البيت. ترينت بص عليه ما شافوش، جري على أوضته وطلع مسدسه واستناه. صاحبته خافت وراحت وراه، لكن للأسف من كتر الخوف ماشية بالراحة. ولما شدت الستارة لقيت جايسون وراها وسيطر عليها قبل ما تقدر تطلب مساعدة، واختفت هي كمان في نفس المصير الغامض. وترينت سمع صوت قريب ومستعد له،
لكن لحسن حظهم إن الشرطي جه والمفروض يخلصوا بقى من اللي هم فيه ده. الشرطي نزل ونادى عليهم ودور في المكان، وعلى عكس المتوقع قبل ما فتحوا له الباب جايسون فاجئوه بهجوم مفاجئ قبل ما يقدر يتصرف وياخد باله منه. كلاي وجينا قفلوا الأبواب والشبابيك كويس من جوه علشان يمنعوا أي حد يدخل البيت، ولما شافوا سلاح مع ترينت طلب منه يديهوله لأنه بيعرف يستخدمه ويحميهم بيه ويهربوا من المكان ده، لكنه رفض وفضل يضرب بيه عشوائي. وفجأة سمعوا صوت حاجة خبطت في الأوضة. ترينت راح عليها وفتح الباب لكنها حاجة محزنة. شاف صاحبتهم وقعت على الأرض وشافوا نتيجة المواجهة، وده وترهم وخافوا أكتر وخرجوا من البيت. ترينت ركب عربية الشرطة لكن للأسف ما فيهاش مفاتيح، وكلاي مش لاقي مفاتيح الموتوسيكل بتاعه. وفجأة جايسون رمى صاحبتهم على إزاز عربية الشرطة وكلهم جريوا لكنهم اتفرقوا. ترينت مشي في طريق وجينا وكلاي في طريق. ترينت فضل يجري لحد ما وصل للمية، وهو بيعديها المسدس وقع منه، ولما دور عليه ما لقاهوش. سابه وكمل جري لحد ما طلع على الطريق، وهناك من حسن حظه لقى عربية وقفت له لكنه خاف يروح لها يكون فيها نفس الراجل، وعلشان كده اتردد شوية ودخل جايسون يوصل له قبل ما يركب في العربية. وسواق العربية لما شاف المنظر جري بسرعة بعربيته، أما كلاي وجينا فلسه هربانين منه وبيجروا في الغابة لحد ما وصلوا للبيت بتاعه. دخلوا وفضلوا يدوروا عليه، لكن اللي حصل ما كانش متخيل. سمع صوت بيصرخ ويقول انجدوني. فضلوا يدوروا على الصوت لقوه جاي من تحت الأرض. رفع الباب ونزلوا وفضلوا ماشيين تحت الأرض في الممرات لحد ما في الآخر لقوا آخر حاجة يتوقعوها، وهي أخته ويندي مربوطة بكلبشات. وقبل ما يفكها جينا شافت جايسون جاي عليهم، فك أخته بسرعة وهربوا. ولما الراجل جه وما لقاهاش ويندي وعرف إنها هربت راح وراهم وهم ماشيين لآخر الممر. لسوء حظهم لقوا آخره مقفول. فضلوا يدوروا على مخرج غيره، لقوا مخرج وخرج كلاي وشد ويتني، لكن جايسون جه وجينا ما لحقتش تخرج معاهم، وفضلوا يجروا علشان يخرجوا من المكان ده خالص. وأخيرا لقوا المخرج اللي ريحهم من التعب ده. كلاي خرج وقبل ما يشد أخته جايسون كان واقف له من بره مستنيه، وأخته رجعت تاني للراجل. راح وراها لكنه استخبت منه وقدرت تهرب. وفجأة سمعت صوت أخوها سحبها وأخدها وجريوا في الغابة، ولقوا بيت طلب منها تستخبى فيه هو هيجيب حاجة يواجهه بيها، لكن جايسون كان أسرع منه وهجم عليه وقامت ما بينهم معركة. جايسون هو المنتصر فيها لحد ما ويندي مدت له السلسلة بتاعت والدته وهدته وساب أخوها، وبعدها قدروا يتغلبوا عليه وخلصوا العالم من شروره. ومن أول ضوء فجر البحيرة تبان هادية وساكنة بعد ما انتهى عصر جايسون، وآخر حاجة تخصه وهي السلسلة رموها معاه في البحيرة. وسر حب الويتني هو إنها شبه صورة أمه اللي في السلسلة، لكن الشر ما انتهاش تماما والمكان لسه شايل لعنة جايسون. ولحد هنا وصلنا لنهاية روايتنا. ما تنساش تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.